بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ طبعا انتوا شايفين قدامكم كل الحاجات دي. جبت لكم شارع المسكي لغاية هنا. الحاجات دي كلها يعني اللي بشتغل بيها في الخرز والترتر في المفارش، منها بقى اللولي ومنها الحاجات الدي اي واي. فبصراحة بعتبرها كنز بالنسبة لي، يعني دي لما بشتري الحاجة دي بتبقى بالنسبة لي كنز. منها بقى الحاجات اللي انا بشتغل بيها بالمفرش طبعا، واشتغلت بيها ليه ده الكاميرا جايباه وبيدي ضي الوان. ومنها اهو ده برضو اللي اشتغلنا بيه وعملنا بيه الجزء التالت من المفارش. بيسموه زي احنا بنسميه قشر السمك، يعني ما اعرفش ليه اسم تاني ايه، بس انا بنسميه الالوان بتاعته لون قشر السمك. بتبقى الترترية تلاقيها شفافة بس بتدي ضي الوان كمان. الحاجات بقى ترتر اللون ده ممكن نشتغل بيه برضو. تلاحظوا ان لونه قريب، ممكن مع المفرش يبقى برضو ندخل فيه اللون ده حلو قريب منه، يعني لايق معاه مع الضي بتاعه. كمان في اللي هو الخرز اللي هو بيبقى مدور ده بيبقى جميل برضو في الشغل لما بيبقى جنب بعضه كده ونشتغل بيه فرع شجرة او الوردة نفسها او اي رسمة، بتبقى منظره جميل اوي ويبقى فيه منه الوان. انا بصراحة الحاجات اللي باقية عند الراجل خدت منها، يعني ده جزء صغير اللي لقيته عنده فخدته لان اللون عجبني جدا. طبعا هو ممكن اتبت بيه على الترتر اللي هو اللون الاخضر ده. عندي كمان اللي ممكن برضو هشتغل بيه في المفرش ان شاء الله، اللي هو ده لون، هو لون بني كده مدي على لون برضو اخضر، في لون اصفر، يعني في ازرق، مدي كده الوان ضي الوان حلوة. هنثبت بيه بالخرز ده. المره الجايه بقى نشتغل ان شاء الله بالترتر مثبتين بيه ايه بالخرزايه، واوريكم شكلها بقى. احنا اشتغلنا بيه من غير الخرز، المره دي بقى هنشتغل الرسمه اللي جايه هنشتغلها بالخرز عشان نعرف ازاي نشتغل بالترتر ومحجوز بالخرز بتاعه. ده برضو عجبني اللون ده، لونه تحفه بصراحه، جميل جدا برضو. ده طبعا اللولي الصغير، ده برضو بنشتغل بيه بيكون جميل جدا جنب بعضه كده بيبقى حلو. طبعا ما ممكن اي حد يتفرج على الفيديو يقول ايه ده، ايه اللي هي جايباه ده؟ احنا مالنا ومال الحاجات دي؟ الحاجة دي للي هو بيحب يشتغل او بيحب يشوف المفارش، يبص كده للحاجات دي يقول الله دي شكلها جميل، يعني اللي غاوي الحاجات دي. مش اي حد هيبقى ايه غاويها ان هو يبص عليها يحس بقيمتها، لا، اللي بيحب الحاجة دي ونفسه يتعلمها ويمسكها بايديه كده هيعرف ان هي دي فعلا حاجة جميلة، وفي الاخر بنطلع منها شكل جميل. ده برضو كان الباقي عنده من اللون البرتقاني اللي هو الخرز المدور اللي داخل معاه ده، كان هو الكيس كان فيه كده منه على بعضه. كمان ده اللون ده جميل برضو. ده هو يعني الكاميرا يمكن بايناه اصفر لكن هو على لون برتقاني شوية كده، مش برتقاني يعني السيمون، بس السيمون اللي هو يا دوبك فيه لمعة مش مدي ضي الوان. ده اللي هو الخرز بتاع الترتر، هوريكوا شكله بتاع ده الابيض اللي هو برضو بيدي ضي، بس هو مش الكاميرا مش مبيناه قوي، بس هو بيدي ضي الوان اهو. لو تشوفوا هوريكوا انا مشتغله بيه. بصوا الشنطه دي نسيت اوريها لكم، انا اللي شغلاها. هي كانت شنطه ستان عاديه جدا، هي طبعا انا مستعملاها فاللون الابيض بتاعها غير شويه، لكن هي من قريب
انا ما اشتغلتش الجزء اللي جوه لان ده بيبقى مقفول من الداري. ما اجي افتح الشنطه بفتحها بيبقى وشها ليا في اي مناسبه، فمش محتاجه ان انا اشتغله من جوه. هي كانت بكبسونه وشنطه عاديه جدا، وكانت ليها هنا بيتركب فيها كردون ابيض كده، فعملتها بالترتر اللي هو بقول لكم عليه ده، الابيض ده اللي بيدي ضي الوان كده اهو باين. واللولي الصغير ده رحت ماشيه مع اللي هي الرسمه بتاعتها، والظهر برضه اهو بتاعها. يمكن عندي بقالها كتير بس يعني بروح بيها اي مناسبة، بصراحة شكلها جميل جدا. ده طبعا كنتوا شفتوه اللي انا وريته لكم في اسكندرية، اللي هو الخرز الكريستال. ده انا بحط في اي برطمان فاضي، يعني باخد برطمان نسكافيه مثلا، اي برطمانات عندي بحط فيها. ولسه البرطمانات دي هبقى ازينها ان شاء الله واوريكم ازاي نغير في شكلها عشان تبقى شكلها جميل في المطبخ. ده طبعا وريتهولكم اللي هو الكريستال ده اللي بيتباع بيبقى بلاستيك هو، بس بيدي ضي الوان، ويبقى ليه طبعا وريتهولكم في الفيديو اللي فات، وبيبقى ليه من هنا خرم ومن هنا خرم. في كمان جبت بقى ايه طبعا من عنده برضو من الالوان عجبتني، اللون الاورنج ده هو لون برتقاني، واللون ده لون كده تركواز فاتح، هي الكاميرا مش مبيناه قوي. اهي يمكن كده واضح عشان بس العدسة تدي عليها زوم تبينها. كمان اللون ده لون برضه على التركواز بس بيدي ضي الوان كده. وده الخرز اللي هو المدور بس ده ملوش الوان، هو لون واحد، لون لبني. لون الخرز ده برضه جميل، فيه ضي كذا لون. انا الحاجات دي بالنسبه لي يعني تحفه، بحبها جدا جدا. لما الست بقى بختار منها ووقع منها على الباترينا شويه حاجات بقيت المهم، وابني عارف ان انا بحبهم فبيلم معايا خالد. قالت لي خديهم انا حرميهم، قلت لها ليه ترميهم ليه يعني هما حلوين، فقالت لي عايزاهم خديهم مش مشكله. فطبعا انا بالنسبه لي حلوين جدا جدا زي ما قلت لكم، كنز بالنسبه لي. زائد ان ممكن فكرت فيهم الوانهم مع بعض الواحد يشتغل بيهم بالالوان مع بعض. دول الحاجات اللي كانت واقعه اهي. خلوده هو اللي جمعلي، خلوده قاعد معايا النهارده بيصور معايا. دي عبارة عن قلب كده برضو، وفي بيتحط فيه الخيط بيدخل من هنا ومن هنا، تبقى تتحط مثلا في اي حاجة، فستان اي حاجة يعني تبقى منظر، ممكن اكسسوار، ممكن اسورة تتعمل. وده لولي، مقاس من اللولي غير اللي احنا اشتغلنا بيه، ده ابيض. كمان اللون ده هو لونه مدي على موف فاتح اوي. هات يا خالد. ده لون احمر، ده برضو قشر سمك بيدي ضي الوان. وده الخرز بتاعه، هو المفروض ان الخرز بتاعه يبقى زيه بالظبط بس انا ما لقيتش ده. هشتغل بيه برضو. هات التل ده يا خالد، التل ده دي، ده تل ناشف. شايفين شكله عامل ازاي، اللي هما بيستخدموه يوقفوا بيه الفساتين بتاع المناسبات. كان الترزي اللي بخيط عنده كان هيرميه، فقال لي ده زياده مش عايزه، قلت له لا انا عاوزاه هستفيد بيه. قال لي هتعملي بيه ايه؟ قلت له هعمل بيه مفارش. يعني ده لما يتكوي تخيلوا هو ايه العرض بتاعه، عرض كبير يعني. العرض اهو
من اول هنا كده اهو، عرض كبير. فلما ده اللفة دي كلها تتقسم وتتكوي ويتعمل بيها المفارش، ده بقى اقدر اشده. ده اللي هو التل العادي الناشف. التل اللي انا اشتغلت بيه المفرش اسمه تل قطن. كان صعب ان انا الطرة دي انا اشتريتها عشان شغل المفارش. في ناس علقت يعني وقالت لي ان احسن لك الطارة وكده. فانا قلت لهم ايوه انا عارفاها وكان عندي الخشب منها، بس بصراحة الاحسن ليها للأقمشة دي الناشفة، الأقمشة الستان، الأقمشة العادية اقدر اشدها على الطرة دي عشان اقدر اطرز عليها كويس، لكن التل القطن هيتنتش عليها جامد قوي. طبعا الجرام من الحاجات اللي هي دي، الجرام منها بيبيعوا كده زي كوباية كده بتدي تقريبا 2 جرام، بتبقى تقريبا ب2 جنيه، يعني يعتبر الجرام بجنيه. في اسكندرية كنت بشتري الجرام ب2 جنيه في زنقة الستات. هنا بس عشان عارفني وكده الخردوات اللي عندي فبيديني الحاجات دي بسعر كويس، ان هو عارف شغلي. ده طبعا اللي كنت شارياه من اسكندرية، اللي هو مش المقعر اللي اشتغلنا بيه، ده المستوي. ده هيبقى ليه شغل برضه عشان يظهر ويبان فيه. ده برضه لون تاني، ده بنسميه ده رقبة الحمامة. تلاحظوا في حمام اللون ده، فهم بيسموه اللون ده رقبة الحمامة.